أنا بقول للجيش الإسرائيلي على الحدود من الليلة وقف على الحيط على إجر ونص، وقف على الحيط على إجر ونص، وانطرنا يوم 2 3 4 انطرنا. وأقول للإسرائيليين ليس فقط على الحدود، فيما يعني لأنه هون فاتوا الموضوعين ببعضهم، هون صار عندنا موضوعين هن موضوع واحد. في نهاية المطاف لو تجاهلت ما جرى في دمشق، الموضوع الأول كافي للتصرف بطريقة مختلفة. لذلك لا، ما حصل ليلة أمس ما بيقطع معانا، نحن ما بيقطع. اللي بدي أقوله للإسرائيليين، نتنياهو عم يشتغل انتخابات. جرت العادة عند الأحزاب الإسرائيلية أن تعمل انتخابات بدماء الفلسطينيين ودماء اللبنانيين والسوريين والعراقيين وشعوب المنطقة. لكن أيها الإسرائيليون، هذه المرة نتنياهو عم يعمل انتخابات بدمائكم أنتم، عم يلعب بدمائكم أنتم، عم يستجلب لكم النار من كل مكان. ولا هو شو له شغل بالعراق؟ ليش بده يروح يستهدف مخازن الحشد الشعبي بالعراق؟ هو يأتي بالنار العراقية إليكم، ويأتي بالنار السورية إليكم، وهو الآن يأتي بالنار اللبنانية إليكم. أما النار الفلسطينية فهي قائمة بفعل حصاركم لغزة وعدوانكم على الضفة واستكباركم على الشعب الفلسطيني. هذا الرجل الخائف من نتائج الانتخابات، هذا الرجل اللي عليه ملفات تهم فساد وتنتظره المحكمة ومصيره إما رئاسة مجلس الوزراء أو السجن، ما عنده مشكلة أن يعمل انتخابات بدماء الناس. نتنياهو أيها الإسرائيليون يقودكم إلى حافة الهاوية، وقد يسقطكم في الهاوية إذا واصل العمل بهذه العقلية وبهذه الطريقة. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الذكرى العزيزة والغالية، نحن اللبنانيون جيش وشعب ومقاومة وأجهزة أمنية ودولة وقوى سياسية وناس وطوائف ومناطق وعائلات وعشائر، نحن صنعنا أمننا في البقاع وفي الجنوب وفي لبنان بأيدينا، صنعنا أماننا بأيدينا بدماء جنودنا ومقاومينا. نحن تحملنا أعباء أن يكون لبنان واحة أمن وسلام في كل هذه المنطقة التي تدمرها أمريكا وجماعة أمريكا في المنطقة. نحن لن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لن نسمح بأن يصبح لبنان مستباحا، لا لقصف ولا لقتل ولا لتفجير ولا لانتهاك حرمات. هذا أمر بالنسبة إلينا خط أحمر، ويجب جميعا أن نتحمل المسؤولية. نحن نأمل أن يكون هناك موقف وطني موحد وقوي وجريء وشجاع. العودة إلى الانقسامات على الخلفيات القديمة لن تقدم ولن تؤخر شيئا، ولكنها ستؤذي البلد. إذن نحن ببركة هذه الانتصارات ومن موقع القوة والبصيرة والوعي سندافع عن بلدنا عند كل حدود، في الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وفي البحر. والآن سندخل لندافع عن سمائنا بما نستطيع وبما تقتضيه الحكمة والمسؤولية والمصلحة. هذه هي المرحلة الجديدة التي فرضها العدو، نحن أهلها وأنتم أهلها. إذا كان يراهن على أننا في مكان ما عندنا ضعف أو وهن أو مشاكل ومبسوط بالحصار المالي والاقتصادي، هو لا يعرفنا. نحن حاضرون أن نجوع ولكن أن نبقى عزاء، هكذا كنا طوال التاريخ. نحن نبيع بيوتنا ونقاتل، ولكن لا نسمح لأحد أن يمس بكرامتنا وسيادتنا وعزتنا ووجودنا في لبنان وفي المنطقة.